الحلقة الخامسة من برنامج عهد مع الحسين. ضيفنا المجاهد الخادم علي بحر أبو محمد من أبناء الناصرية حي الفداء، رجل موقف وخدمة اجتمع فيه صوت السلاح وصدى الولاء الحسيني الخالص. أولاً، المسيرة الجهادية. في أيام الظلم والاحتلال حين تراجع البعض، تقدم علي بحر إلى ميادين الشرف، وقف في وجه الاحتلال الأمريكي بكل بسالة، وشارك في صفوف المقاومة الوطنية، وكان من رجالات الصدر الأوفياء المدافعين عن كرامة الأرض والمقدسات. أصيب في إحدى المعارك لكنه لم يتراجع، بل عاد أقوى بالعقيدة وأصلب بالإيمان. ثانياً، مسيرته في خدمة الإمام الحسين عليه السلام. بعد الجهاد اختار طريقاً آخر للجهاد، لكنه هذه المرة بخدمة زوار الحسين. أسس موكباً ثابتاً على طريق الزائرين يخدم فيه بكل وفاء وتواضع، يقدم الطعام والماء ويستقبل الزائرين في الذهاب والرجوع، لا يترك أحداً حتى يكرمه بخدمته. في مدينة القاسم له خدمة ميدانية فعالة خلال المناسبات الدينية الكبرى، ويشارك سنوياً في تهيئة مستلزمات الزائرين من طعام ومبيت وخدمات. ثالثاً، الإغاثة والكرم الإنساني. من الوجوه الخفية في مشاريع السلات الغذائية والإغاثة، يقدمها للفقراء بهدوء وبدون ضجيج. وفي كل عيد فطر مبارك يفتح باب بيته لإفطار لجميع، يجلس معهم، يكرمهم، يواسيهم، وكأنه والد لهم أو أخ يحمل عنهم الحرج والاحتياج. من هو علي بحر أبو محمد؟ رجل إذا نظرت إليه شعرت أن الطهارة تسكن ملامحه، وإذا سمعت حديثه عرفت أن الحسين قد غرس في قلبه نية لا تنكسر. الخاتمة، هو ممن جمعهم الحسين لخدمته وجعلهم أوتادا في هذه الأرض، لا يرون في الشاشات لكنهم يسجلون في دفاتر السماء. علي بحر لم يكن خادما للحسين فحسب، بل كان جنديا في ميادين الشرف، وساقيا في طريق الكرم، وآويا لكل عابر قصد الحسين في حر الظهيرة أو برد. وفي الختام، تابعونا في الحلقات القادمة وفي برنامج عهد مع الحسين، ففي كل خادم قصة، وفي كل قصة حب كربلائي لا ينسى. تقبلوا تحياتي، أنا أخوكم الإعلامي محمد جواد.